اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا فاحنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. النهاردة اول فيديو لينا بعد شهر رمضان اللي الناس كلها كانت فيه مركزة قوي في المسلسلات العربية. عشان كده احنا النهاردة قررنا ان حلقة النهاردة تكون عن الافلام الجديدة اللي نزلت الفترة الاخيرة، بس زحمة المسلسلات والبرامج داست عليها. وعشان كده احنا النهاردة بنرشح لكم افضل 5 افلام جديدة تستحق المشاهدة، بدل ما تضيع وقتك على اختيار فيلم ويطلع في الاخر مش قد كده. فحاولنا النهارده على قد ما نقدر اننا في القائمه دي ننوع ما بين الكوميدي والاكشن والجريمه والخيال العلمي، بس في الاخر اللي اضمنه ليك ان اي اختيار من الافلام اللي موجوده دي هيكون مميز جدا لسهره الاسبوع ده. حلقه حلوه قوي قوي، اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. في المركز الخامس معانا واحد من أجدد أفلام الممثل الرهيب راسل كرو، هو فيلم سليبين دوجز. فيلم جريمة وتشويق بتدور أحداثه حوالين ضابط شرطة اسمه روي فريمن اللي اترفد من شغله بعد لما عمل حادثة بالعربية بتاعته. والشرطة بقى اكتشفت في التحقيقات بعد كده إنه كان سايق العربية دي تحت تأثير الخمرة، وده اللي خلاه بعد كده يشتغل محقق خاص. بس بسبب إدمانه الكبير قوي للمخدرات بدأت تظهر عليه جامد جدا أعراض مرض الزهايمر، وده اللي خلاه يضطر ان هو يجرب علاج جديد اول مرة يتعامل مع المرض ده. بس بيحاول باي طريقة ان هو يقضي على المرض ده لحد ما هيجي في يوم من الايام ويجيله تليفون من موظفة بتشتغل في مشروع كده اسمه الايادي النظيفة، اللي هي بتدافع عن المساجين اللي حرمهم النظام من حريتهم. ومنهم المتهم اللي طلب من روي انه يعيد التحقيقات في القضية بتاعته اللي متهم فيها بالاعدام، وخلاص لازم حكم الاعدام هيتنفذ فيه. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الحلو قوي ده. It's strange. Just like everyone from Wheatley's life is now a ghost. What are you trying to say, Roy? If we've put away the wrong guy, this is a chance for us to make that right. Move on and forget about all that. People kill for a whole lot of different reasons. You may not have. في المركز الرابع اخترنا اخر فيلم عمله الممثل اللي بحبه جدا هو ليام نيسون، وهو فيلم In the Land of the Saint and Sinner. فيلم إثارة ودراما بتدور أحداثه حوالين فينبار ميرفي، وده قاتل سابق عايش كده في قرية أيرلندية نائية جدا، على أمل إن هو هناك يتخلص من الماضي الأسود بتاعه ويبدأ حياة جديدة مع ناس ما يعرفوش عنه حاجة. بس للأسف الدنيا ما بتمشيش زي ما هو عايز لما بيلاقي نفسه متورط في معركة مع إرهابيين. الإرهابيين دول بقى بيخططوا إن هم يهجموا على المنطقة اللي هو فيها دي، والمشكلة كمان إن هم اكتشفوا الماضي بتاعه، وده خلاهم إن هم يساوموه على أسراره القديمة. لحد ما فينبار عرف إن واحد من الإرهابيين دول اتعرض لبنته صغيرة، كان لازم ساعتها بقى يتدخل ويحمي البنت دي، ومش البنت بس والقرية كلها. يا ترى بقى هيعمل ايه قدام الإرهابيين دول؟ كل ده هتشوف في أحداث الفيلم الحلو قوي ده. A saint's gotta be a sinner first, don't he? I won't have you hurting anyone else in this town. We're not leaving. People will come. People a lot worse than me. So left me no choice. Finbar Murphy's going to war. I'm not missing out on all the fun. I've seen enough killing for a lifetime. You're at your end. Better make your peace. في المركز الثاني اخترنا واحد من أجدد الأفلام اللي لسه نزل الفترة الأخيرة، هو فيلم أكشن وتشويق رهيب جدا اسمه سيفل وور، اللي قدر يتصدر شباك التذاكر من أول أسبوع لعرضه. الفيلم ده بتدور أحداثه حوالين حرب أهلية بتحصل في الولايات المتحدة بعد لما قررت مجموعة من الولايات إن هم ينفصلوا عن الاتحاد الفيدرالي ويشكلوا كل منهم دولة مستقلة، وده اللي عمل انقسام كبير جدا في البلد وخلى فيه فصائل جديدة تظهر زي الولايات الموالية والقوات الغربية وتحالف فلوريدا. وده اللي خلى 2 من الصحفيين يقرروا ان هم لازم يروحوا العاصمة عشان يعملوا حديث مع الرئيس،
بس المشوار ده كان صعب جدا لأن الحرب كانت في عزها، عشان وهم في طريقهم يقابلوا المراسل سامي والمصورة جيسي، عشان هم الأربعة بقى يبدأوا في رحلة وسط الدمار والخراب اللي عملته الحرب في البلد ده. ايه اللي هيحصل لهم؟ كل ده هتشوفه في أحداث الفيلم الروعة ده. The Western forces will reach the White House on July 4th. Oh my God. Get in the car! Get in the car! Move, move, move! You're gonna hang back. I'm not hanging back. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Go, 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 go! God bless America. المركز الأول معانا النهاردة أكيد هيكون محجوز لواحد من أكتر الأفلام اللي كانت منتظرة في 2024. الفيلم اللي قدر يحقق نجاح هايل زي الجزء الأول منه بالظبط هو فيلم توم بارت 2. الجزء التاني اللي بيكمل آخر حاجة واقف عندها الجزء الأول، لما كان بول في صحراء كوكب أراكس بعد لما اتحد مع الفريمن وحارب معاهم، لقى كل الاحترام منهم. بقى مجموعة الفريمن دلوقتي بيستعدوا عشان يدخل المعسكر بتاعهم بول، على أمل إن هم يتقبلوه هو وأمه. وده اللي عمل انقسام كبير جدا جوه الفريمن. نصهم دلوقتي بقى مصدق نبوءة المخلص وربطها ان بول هو المخلص ده، والنص التاني رافض تماما عشان التهديد والصراع اللي هيدخلهم فيه. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده اللي يستحق وبكل جدارة يكون هو فعلا المركز الاول معنا في حلقة النهاردة. Nothing fancy. I understand. Nothing fancy. You will never leave. We gave them something to hope for. That's not hope! May thy knife chip and shatter. لو عجبتك ترشيحات النهاردة اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.